بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف المرسلين على آله وصحبه أجمعين. باب قول الله باب جت ربي عز وجل جباته قدته من بعد وصية يوصي بها أو دين وصيات يوصي بها خيسيد أمتشون قدمو أو دين تكايق دين آتيه وأنجا مخنا خيستي حديثا وجه والغرغار سيف دودي رجتشون. ويذكر أن شريح وعمر بن قال البخاري رحمه الله تعالى ويذكر ندبت ما أن شريح وعمر بن عبد العزيز وطاووسا جري وعطاعا وابن أزينة أجازوا إقرار المريض بدين شريح في عمر عبد العزيز طاووس عطايس ابن أزينانس أجازوني بقاسسا إقرار المريض مريدين قرروا بدين دين سر جرتو انغنا الرجل جيجو ويذكرون من هذا من تعاليق البخاري تعليق او بخاري را توك احد تعاليق البخاري تكو تعليق بخاري را هيجچو بخاري نغوني في معلق غده اذا كان بصيغه الجزم كما قال العلماء فتعاليقه صحيحه الى من علقت عنه هجوني في الرا تعليق ونمت سيغا جزميتي نقوته صحيح هنگن مچرا تعليق ونمت سنت أشول إنه درباسا. وأما إذا كان بصيغة التمريض هو فيحتمل أن يكون صحيحا وغير صحيح وأكثره لا بأس به. وقال أحق ما صدق به الرجل آخر يوم من الدنيا طول وهذا ويذكر أن شريحا جي وصله ابن أبي شيبة بإسناد فيه جابر الجعفي وهو ضعيف تناف ويذكر جلال أما هو أسر ضعيف تناف كان جاء وقوة يذكر جي واتغي سجر إما واتغي سجر وإما غير ويما وهو ضعيف أيضا وعمر بن عبد العزيز أسري مما لم يقف الحافظ بن حجر على ما وصله وطاووسا مما وصله ابن أبي شيبة بإسناد فيه ليس ابن أبي سليم كيسجر ضعيف فترك أميه ولم يتميز حديثه فترك وقال الحسن يا نجد آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة طالع يا ما جتبو حق ما تصدق به الرجل آخر يوم وقال الحسن البصري مما وصله الدارمي أحق ما تصدق به الرجل الراقن وأن قربان قرتي صدقته جي آخر يوم لما قويا قرتي الدنيا رابو ساتي جي وأول يوم من جلقب قويا آخر راتي جي ربريد دوان صدقته أما هنا كان يجون وهو المناسب للمقام إقرار مريض سني في مرض موتي مرن دكوبا ساقط له في وأقرر قبائج قررون قبائج حقيقة أن يصدق به ويقوم يحكم بإنفاذه جيسون برباج سافيه. وقال إبراهيم النخعي جه والحكم ابن تيبة ولكم ابن تيبة حكم ابن تيبة داني جه إذا أبرأ الوارث من الدين بريئة وأوصى رابي من خديجة إذا أبرأ أقول مريدين قل الله إذا أبرأ الوارثة مريدين أقولي في نميسة دالو قل الله ليس من الدين ديني را بريئة ونجنان خدالو سن قل الله يجي وأوصى رابي من خديجة وأوصى ندعمة رافي من خديجة الله تكشف امرأته الفذارية الله تكشف وأوصى ندعمة رافي من خديجة الله تكشف ساقمود أبوجي امرأته الفذارية امرأته جارتي نساجي رفع نائب الفاعل وسقط امرأته الله تكشف بدم الميم تي مبني للمفعول الله تكشف كشف مود أبو امرأته جارتي نسا الفزارية تورب بني فزارية أما غلق عليه بابه أما غلق عليه بابها وان غرتي مانتنا
أما أغلق عليه وأنا رجع فمن رباب وأولان سيداجي والظاهر أن المراد أن المرأة بعد موت زوجها إيجا جارسد ويبودا لا يتعرض لها نمت كل لا يتعرض لها يسيد أف يسيد أرقرون أبو يجو خيسد بيه فإن جمع ما في بيته لها فإن جميع ما في بيتي شفتي ومنسا خيسا لها إسيف ولم يشهد لها زوجها بذلك وإنما يحتاج إلى الإشهاد والإقرار إذا علم أنه تزوجها فقيرة وأن ما في بيتها من متاع الرجال وبه قال مالك انتهى طلع وقال الحسن إيه وقال الحسن البصري حسن البصري النجي لم يقف الحافظ ابن حجر مطولا حافظ رن أب النججا سنكنا إذا قال لمملوكي قبر جساتي نقوا جند الموت بقد يتي كنت أن تيدين جرا أعتقتك خسبلي سومسي جازة تنفيذ ونني جهانا قيسوني بقى أجتشو دوبا قرو بشرط أن يكون إلى الثلث فقط ثلث قفتي ثلث أول دبرون نمني دوادي مسلوس أول أمچون دندود عالمي والثلث كثير جنبي نسنور رخوتيجي شرط سنينيغا وقال الشعبي إذا قالت المرأة عند موتها شعبي نجي عامر بن شرع إذا قالت المرأة دبرتين وقويت عند موتها وقد وسيتي إن زوجي قاداني إن زوجي جارسخية قضاني حقخية ناقلشه وقبضت فرد منه سر قويت إقرارها جي إقرار سيداني بقى جي حقا يصير رجرتو يجو حقا سر رجرو يجو خجارتي وقال بعض الناس قرين نماني جا إذا قال البخاري قال بعض الناس فالمقصود منه الحنفية قال بعض الناس جنان وحنفيوتها تراقصة ما جيتشو على نفيته هذا ما علم من البخاري بالتجربة طلع لا يجوز بقى إقراره مريدين أقررون انتهوا لبعض الورثة مالف لسوء الظن به ظني هماتشو دابجتشو بهذا الإقرار إقرار خانت للورثة والرئيس آلوف جتشو لم يعلل الحنفة وجمع جواز إقرار المريض لبعض الورثة هذه العبارة بل لأنه ضرر لبقية الورثة ومذهب المالكية كابيانيفات ورّي مالكية لنا كابيانيفات ثم استحسن جهدو بلا لما ثم استحسن يغنى غاري اللالي بعد الناس قرين نماسو فقال نجي بجواز إقراره مريدين قرروني وقع بالوديعة وديعة برخاينا فيه وديعة برخاينا والبداعة من شاجي والمضاربة والنقشيسوجي والفرق بين هذه والدين أن مبنى الإقرار بالدين على اللزوم ومبنى الإقرار بهذه على الأمانة تون أمانة دامي تون لازمة قبديمي وبين اللزوم والأمانة فرق ظاهر قاله العيني وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي نجي إياكم سنين دور كارور كما وزن سيتو الراجي سيتو أكذب الحديث رفجب دبيتي أكذب ما في الحديث من غيره جورا صلى الله عليه وسلم لأن الصدق والكذب يوصف بهما القول لا الظن دغان قول دغادا وصفمت قول ظن دان وصفمت هذا طرف من حديث وصله الوالف في الادب هايا طالع ربنا الله نجي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى ربنا سنجي أن تؤدوا الأمانات أمانا قلفموا إلى أهلها قراء لي سيداجي
فلم يخص وارثا ولم يخص وارثا قدال واغرتين خبط سن ولا غيره نما برو لجه ولم يفرق بين الوارث وغيره قدالو في خندال سدن باف نيجه في ترك الخيانة خيانات إيسو خيستي أمانة في الراجل شو خيستي ننديش نما دالو تكوس إقرارا خبروا لين أكسم ندن ديا أيشو وخير عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مال جدة في عبد الله بن عمرو فيه أي في قول آية المنافق إذا تمن خانا خنا خيستي عبد الله بن عمرو حديث عبد الله بن عمرو جريجة النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي نبي ربي را أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا وفيه وإذا تمن خانا وقد سبق في كتاب الإيمان سنة أقول أمنا مني جناسا تخيس جرادي حدثنا الإمام بن داود أبو الربيع حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا نافع بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع على تكي حدثنا إسماعيل بن جعفر الزرقي مولاهم المدني حدثنا نافع بن مالك بن عامر أبو سهيل عن أبيه مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ملته منافقة ثلاث سدي إذا حدث كذب آية جمع آية اللي أجيب بأن الثلاث اسم جمع ولفظ مفرد آية إذا حدث كذب إذا حدث قواس وكذب نخجبه وإذا تمن غانا وإذا أتمنى قوة منامي واتبرا خايته وخاوادبي چتيتي متس خانة غني سجل آهمي غني سجنيتي أدو سنة سجل آهمي وانا تبرا خايته سدي دايچو وإذا وعد أغلبه وإذا وعد قوة بالما سيني أخلف إراها فاجه فلم يفين قوة بالما جيبه تبع منافق ما قلبي تيمتي منافق ما بروتي جيبه منافق ما نفاقا أكدي جيفي نفاقا عملي جرامي خن نفاقا عملي جيدا جامي يجو نفاقني بكلمة قدما نفاق عملي ونفاق أكدي جنجانيني ها باب تأويل قوله تعالى باب تأويل قوله تعالى باب تأويل قول الله تعالى تفسير يجرب ولا نجي بعد وصيته من بعد والتأويل يطلق على معان معنى الدرة دبت مقا تأويلني تأويل الشيء أي عاقبته تأويل وهي عاقبة شيء والتأويل يطلق على التفسير وعلى عاقبة الأمور وعلى القول تأويل قول الله وهذا هنما تفسير سنة ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل ويذكر أن النبي نبي راني ما ماجي قضى بالدين ويذكر أن النبي قضى ويذكر جيدي أما كانت بتيجو ونستعليق إيه ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين ويذكر ندبت ما أن النبي نبي قضاني مرتيس بالدين ديني دا مرتيس قبل الوصية وصية دره وقوله عز وجل وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن علي بن أبي طالب بلفظ قال إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصى بها أو الدين وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية الحديث وفي الحارس الأعور تكلم به فيه تناه يذكر دبت له أن العمل عليه عند أهل العلم وقد قال السويلي قد قدمت الوصية في الذكر لأنها تقع على سبيل البر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن الله ربي يأمركم سنجايان تؤدوا الأمانات أمانا قيفموا إلى أهلها أجر أهلي سيقل فموجه وخطاب يوم المكلفين والأمانات وإن نزلت يوم الفتح في عثمان ثلاثة لما أغلق باب الكعبة وأبى أن يدفع المفتاح ليدخل فيها فأداء الأمانات أحق من تطويل وصية أن يرد فأداء الأمانة أمانة في الراجل جون واجب أحق واجب جيبه من تطويل وصية سنة أبا كان غير جيبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي نجي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن دار غنى لا صدقة نجرت إلا عن دار غنى قبين يرتي مالي جيبه قال ابن عباس لا يصل عبد إلا بإذن وظهر مقحم
زايدة ليس بغنى إلا أن قنا جتشما درو مرة ملي جتشورا. وقال ابن عباس لا يوصي قال ابن عباس نجي رضي الله عنه لا يوصي العبد إلا بإذن علي لا يوصي دامچون دندو العبد غوريچ إلا بإذن أهلي إذن سجدة ساتي ملي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي نجي مما سبق أن دبر موصولا في باب كراهة التطاول على الرقيق العبد راين غوريچتي سيدا في مال سيدي يوري غوريچ ساتي غفتا ساتي جيو. حدثنا وهب بن يوسف حدثنا زيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يوسف البيكندي قال حدثنا الأوزعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزعي إمام أهل الشام عن الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب سهر أبي هريرة المخزومي المكي سعيد بن المسيب المخزومي المدني صدى أبي هريرة وروة بن الزبير بن العوام صدى أبي هريرة سعيد بن المسيب انت لا أبي هريرة فودا وروة بن الزبير بن العوام أن حكيم بن حزام حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقى ربنين كدين فأعطاني ناف خنس ثم سألته فأعطاني أما خدنا خنس ثم قال لي يا حكيم نانجي إن هذا المال خدير قبيني قلبي نما تميتهم قدر في المنظر مغري سلال شغيستي حلو دمدم خيسم مئاوى داجي حلم في الزوق فمن أخذه نما فرأتمه بسخاوة نفس دن تدبل بوتين من غير حرص عليه بلو العمل جتشورا بورك له فيه خيس بركة بوفما. ومن أخذه بإشراف نفس نما بلو لبوتين فرأتو كالذي يأكل ولا أشبع كان من ياتو خنقوف نيتي كزلجو الكاذب يجورا لم يبارك له فيه لم يبارك بركان بوفا مبلو يسافي جنان سخيسج وكان كالذي يأكل ولا يشبع كان من ياتو قوف نيتي واليد العليا كغررات يعني المنفقة أركا وآخرنت يجورا خير من اليد السفلى أركا جلال رجعلاج. قال حكيم المنفق عليها تتخنم تسنر. حكيم نجي قلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ربي أكان سيرك إنك حد لا أرزو أن إن الرسول أنقص بعدك شيء وأتكلم هو نما تقول من مالك أبين يسار عن الرسول حتى وفارق الدنيا هم الدنيا قد يسيد يمت جمع آخرة. فكان أبو بكر يجنا بنت يبود أبو بكر يدو حكيما حكيم خيامته ليطيل العطاء خنو في فججة فيا أبا يقبل منه الرافع أشد الشيء وأتكلم جاكم قافها نماس عمر أيام خليفة ما ساخيسا دعاني أميجي ليطيعه جنة وأتخنو رافجة فيا أبا نديجي يسفر أشوجي فقال عمر فراني يا جماعة مسلم توتا إني عارض عليه حق ساغرتي أن الرفيدية انجرا من هذا الفي وان في خنا ربي نصاب قودي فيا أبا حكيم ندي لا خنو جيني جيك ربنا نقابن فلم يرد حكيم آدم من النادي فلم يرضى أننا نرمنا حكيم آدم تقوى من الناس نمر راسات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي جيك نبي ربي صلى الله عليه وسلم جيدوا حتى توفي أمد رحمه الله ل10 سنين من إمارة معاوية برخد أني دانيما معاوية راقيس مبالغة في الاعتراض ولم يزر لي وجه المطابقة وما ذكره لا يخلو من تأسف كبير. باونين متفيس جربا بماليت من بعد وصية يوسف بيامي يا رجدو يا خلافة موتما معاوية خيسد ويجتشو يا لا. حدثنا بشر بن محمد السختياني حدثنا بشر بن محمد وديسه السختياني النسب ما خطئه. أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك المروزي الخراساني. حدثنا يونس هو ابن يزيد الأيلي
من السابعة. قال أخبرني سالم عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري قال سمعت أخبرني سالم بن عمر سالم نافذ عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته. تولي كلكم راين جبت خيسنوتي سيدا مسؤول غافة مادا الرعيتي تخسر غافة مادا والإمام إمام نسرائن تي سيدا مسؤول في الآخرة آخرة غافة مادا الرعيتي تخسر والرجل غربار راين تي سيدا في آلي جارتي ساتي في ماتي سا غيستي ومسؤول غافة مادا في الآخرة الرعيتي تخسر والمرات دبرتين في بيت زوجها راية من جالس سيدا تيستودا بيسن تدبيرها في المعيشة والنصي له جرو خيست نسيا منايات أمانة في ماله وحفظ يالي ما تيسو في قبينة تيسودا وديا في خيسما سائقوس ونفس يالبوسيتيس مسؤولة غافتم توداجي ومسؤولة نسين غافتم تودار رأيتها تخسير والخادم خادم نس في مال سيدي وريق افتاسا راين تيسيد مسؤول نتغافة مادا رأيتي تخسار رأيجي وقال غرتيني جي حسبتني جادا جي أن قد قال خجيته نبينا عليه السلام والرجل راين قربانتي سيدا في ماله أبي قبين أبادا علمي قبين أبا ففجأة بركاتك اللي قب علمنيس قبين أباتي سورة قبايتشو هاتنيس مناسي غيسا علمان سيتي في غيسما غرتي جارساتي في علمان غرتي ساتي في ماتي منا غيسا جرتنا تيسورة قبدي يتشورة أبوليسو مال جتبو باب نزا وقفا وقا وقفي قولي أوسا لأقاربه يعني دامتا يتشورة شخصين تقول لأقاربه أما فرساتيف ومن الأقارب قري أقارب الرئيس وقال ثابت نجي درس أنس بن مالك رضي الله عنه دا أنا أنس الراودي سالتين هذا من تعليقات البخاري تعليق بخاري الرأي خوني البخاري أكنت تعليق قد أما خون حديث صحيح جت وقال جيمي أما أنت نصيغة جزمي تعليقات البخاري إذا كان بصيغة الجزم تعليق أن البخاري أقول صيغة جزمي تنتات صحيحة إلى من علقت عنه جنين أبارة تعليق قدام تسنت صحيحة جن خنافو أرانتنا أنس الراوديسي هايا أوفغا اجعلها لفقراء غاربك غافا أبي طلحان أويرو قوتو زيد بن سهل خجام خن غافا لم تنالوا البر تلتو تنجي سنتا تنفقوا مما تحبون وان جالتا خنتا ملي جتشون دابتسان ربي برا أبو طلحان ربين كينيا غاران تنا قبينيا خينيا غرتي غابو خنتا ملي جنة تنجي سنجئ يا رسول ربي صلى الله عليه وسلم يعني دچي بيروها اغوتمتو صدقه لله ربي فخنا صدقه فول ربي جين اتم فودي بكفيت خاي جنان نبي صلى الله عليه وسلم اكزتي اجعلها يسيغد يجين لفقراء اقاربك مسكينن غرتي انا خيتي غيس صدقه غد يجين فجعلها أبو طلحان كسر قد لحسان بن ثابت شاعر رسول الله سنيف وأبي بن كعب كان من بني أعمام المانديرن ساتي الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب نما فراس صدقة شراتو على جتشو أم بصدقة الره وقال الأنصاري هيا إذا كانوا محتاجين غير ورثة أقو ورا أجمعته شرطين غرو إذا ورد على ينتاني بيقد ورد على تدعى قبني أنت صدقة قبض وقال الأنصاري وقال نجي أنصاري محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري نجي حدثنا أبي جي أبانك عبد الله بن أنس الأنصاري أنصاري عبد الله ابن المثنى يجورغاي أنا من سمامة ديرسا سمامة الراجع عن جدي أنس بن أنس الراجع أخاصا أنس الراجع جوراجي حدثني نافذيسي محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله حدثني أبي عبد الله النافذيسي عن أمه ديرسا سمامة
الرانا وديسيجي عن جدي عن سمامان قمن عبد الله عن جده أخاه صار أنس رايجو محمد بن عبد الله بن أنس يجو مثل حديث ثابت فكات حديث ثابت جعلها لفقراء قرابتك سنجو قال أنس فجعل ليس أبي بن كعب وكان أقرب إليه منا أبي بن كعب وكان أقرب إليه مني أنس جاور أبو طلحان حساني في أبي بن كعب وقديجي وكان أقرب إليه إساتي تتديوته جنرة أنس لا بيكدو هذا وجه أنس بن مالك كن هيا جدوبا حسان أبي طلحان سلام النساء خيسا قال الليل أبي كدو أنس أبو طلحة برق قدته ولم يجعل لي شيئا منها واتكنا نقول يجي وكان قرابة حسان وأبي من وكان قرابة حسان وأبي من أبي طلحة أبي طلحة دتي قرابة تفرم أسان إنسا زيد بن سالم بن أسود بن حرام بن عمرو بن زيد بن مناتي عمرو بن مالك بن نجار وسام بن ثابت بن منذر بن حرام هيتمئان إلى حرام ولد فانيجي وهو الأب الثالث عباس دفا ولد فانيجي زيد مناد بن عدي بن عمرو بن مالك بن نجار فهو يجامع حسان وعباد الحدب وويجر إلى ستة أبائن إلى عمرو بن مالك وهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد هذا ما زار لي من شر ذلك ما فيه من التكرار يجمع حسان وعباد الحدب وويجر وقال بعضهم إذا أوصى لقرابتي فهو إلى أبائه وقال بعضهم الماء وري حنفيوتاني جانجة چورا أراد بي أبا يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة درس أبي حنيفة قد جت فيه إذا أوصى لقرابته غفر ساتي فدامه فهو إلى آبائه الذين كانوا في الإسلام أبوتي ساخ إسلام ما غيث التانيف تاجيج أنغا أبا ساتي انتريني رأيتي يجو سيجانتون يونجران إلى أنغا أبوتي ساتي يجو حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي أخبرنا مالك إمام دار الهجرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن أبي طلحة هذا فرأيت 9 أولاد من أبناء عبد الله المولود خجتك إسحاق نفادا عبد الله بن أبي طلحة خال كم مجان دلت سني عبد الله بن أبي طلحة هون خاني قرأتي وارو سبي مجاد جبي ساجتين بارك الله في ليلتكم أجين عبد الله سن مباركة دعاء رسول الله دلت سني يجو فرأيت 9 أولاد من عبد الله المولود خج المان سقل سن رأي ساق تكويس أن أرى أن تجعل في الأقربين في الأخير يسقرون يادج أو دلان جيج زيد بن سالم جنة أفعل يا رسول الله حيانين قدا إرقام ربي جيت فقسما كست قودج في أقاربه آنا سا خيساتي في وبني عمي المان ديرا خيسا من أطفال عمي على الخاصي وقال ابن عباس عبد الله بن عباس نجي وعشيرتك لهم وأنذر دنيني فعشيرتك الأقربين قصتي تستي أن تدنيني وقرب بوسي قال النبي صلى الله عليه وسلم ينادي جعل النبي نبي النسين ينادي للبودتي جعل نفعل شروعاتي يا بني عدي يا المان عدي جين يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش قروتي قرتي قانو قرتي إبدا قريشي لا بانيجي وقال أبو هريرة نجيجي لما نزلت يقوم بوته وأنذر دنيني عشيرتك قصتي على الأقربين أنك قرتي 6 آنو يجون قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي نجي يا معشر قريش يا جماعة قريشي تيجي هل يدخل النساء دبرتي النسينتي والولد علم نسينا في الأقارب قرابا خيسا آنا خيسا آنما خيسا نسينا جي حدثنا أبو اليمان أخبرنا شيخ بن الزهري إذا أوصى لهم كوني في أقرب خيافين دامجي نسائن كيسا نجرتي جنان حدثنا أبو اليمان حكم من نافي الحمصي جانيني أخبرنا شيخ بن الزهري
قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن حدثنا أخبرنا شعيب وهو شعيب بن أبي حمزة الحمصي عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة أبو سلمان عبد الله أو إسماعيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن نوف الزهري المدني أن أبا هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل وأنزل عشيرتك الأقربين يا ربي بوسي أنزر دنيني بعشيرتك الأقربين أنا خي خسدت عنه جتشون قبوسي قال يا معشر قريش يا معشر قريش جاء الأقرب فالأقرب منهم قال الاهتمام بشأنهم أهم وهذا الحديث من مرسل أبي هريرة لأن إسلامه إنما كان بالمدينة نعم قلنا بالتعدد المفهوم من حيث أبي أمامان قال يا عائشة انتفى كونه مرسلا أو كلمة نحو يا ده مرسل لي خصابة لا نجرا بيته صابان صابار مرسلا نقوله المرفوع جامسوني أو كلمة نحوها لأن حديث ابن عباس أكثرها من المراسل وما ذلك يعتبر بالأحاديث الصحيحة اشتروا أنفسكم لبوا تيسن بتداجه ينكم من الله شيئا عذاب رب الرحمن سنين اتسون دوج يلما نبدي منافجه لا أغنيكم وما سنين تر من الله عذاب رب الرحمن واتكلج يا أبا بن عبد المطلب عباس بن المطلب جين لا أغنيك من الله شيئا أنس ما سيترون دن دور رب الرحمن فما تيتي فباس جين يا سفية أحمد رسول الله يا سفية أداد رسول ربي جين لا أغنيك من الله لا أغني أنكي أبو غلط وما سينترو جين من الله شيئا عذاب رب الرحمن تكلج يا فاطمة بنت محمد يا فاطمة محمد جين صليني ما جئت من مال قبين الرحمن فيتنا خلد جين لا أغنيك من الله شيئا أما عذاب ربي وما سير رادي بسندن تو شركين قنين تابع واسبق عن تابعه أبو اليمان فانا ديم أصبغ ابن الفرج أنا من وهب بن عبد الله بن وهب الرا أكا أبو اليمانين هذا جو شعيب الرا فانا ديم تيجي أي يونس الرأي أنا من شهاب جلا أما تابعه أي نجلا ديم أبو اليمان فانا ديم أصبغ ابن الفرج أنا من وهب أي يونس أنا من شهاب متابعة ناقصة جنان أكمل جنان إن واسطة نمك جرا أصبغ من الفرج عبد الله بن وهب الرأي عبد الله بن وهب يونس الرأي يونسي من شهاب الرأي ريفو أبو اليمانين شعيب الرأي شعيبينو حكم النافي زهري الرأي جتشو ناقصة ده هيا دا هل ينتفع الواقف بوقفه باب خني باب هل ينتفع الواقف بوقفه هل ينتفع فيدموني دندي على الواقف نمني وقفي قد توكو بوقفي سنتي ووقفي قد فيدموني دندي هيجي إذا أوقف على نفسه ثم على غيري إيغانا وقفي في الرقوديتي نما برورتي وقفي قده أو شرط لنفسه جزء معينا تكامن فرچون قبا جيدي ويجعل للناظر على وقف شيئا تكانمچ أكورو تيسوان سن تيسوف ويكون هو الناظر إنما سنو خطيسو تايجو دران نمني تيسو أرشي منا رافرتي أورو سنيغو أورو وقفي داجا چبود ديبيتي إنما سنو يوغو سنن انجر بكا يفبوسا لغي تفيدموني دندي آي هنگس نمچار خايسا نگوي في بكسم بويد لغي وقد اتلت عمر رضي الله عنه عمر شرطي لغونه جفي تابي سيار ديده چيسا غافا وقفي غرو تک جي لا جناح علامة وليه لا جناح دلين انجرو جي علامة وليه نمغرته من تنخنو إسا مويرتي يأكل منها أي كل منها يصير رانيا چوجي وقد يلي الواقف يا لا شدوا وقد يلي الواقف وقد يلي أن تكني أنا الواقف نمو يا الواقف إني وقفي قداته وغيره نمني برولين جي من المسلمين بناء على أن المخاطب يدخل فيهم الخطاب وكذلك كل من جعل بدنة وكذلك قسم كل من جعل جوتنا مغديتو جيدو فيدموني دنديا جو بدنة جناني جو أو شيئا بدنة قالت كاوشا ومدكا وعلى سبيل العموم لله ربي فلو ينتفع بها ذات سن فيدمون جدوبا كما ينتفع غيره من المسلمين
akka namni birootti fayyadamutti yoo shartii godhe baatellee linafsii lubbuu isaatiif intifaa'u ومن ذلك انتفاء بكتاب وقف على المسلمين fakkeenyaaf kitaaba yoo waqfii muslimtoota irra godhee jiraate ifiifis laaluu ni danda'a jechuudha. Amma maktabaa takka waqfii godha waqfii muslimtootaaf godha dhufanii citti halaalan ijeen manatti ijaaree achitti tolchu gaafa garii dhaqee kitaaba san xaalee dhufuu ni danda'a. Maallaqa waqfii godheeti waqfiin tajaajila iddoo takkaa jirti iddoo san hojiidhaaf dhaqe tajaajilli sun waliin isarra dhufa tajaajilamuu numa danda'a jechuudha. حدثنا أبو داود بن سعيد حدثنا أبو عوانة قال حدثنا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا غربا كون يركجي يسوق خوف بدنة قال فقال له اركبها يا بدبو فقال يا رسول الله يا أرجم ربي جي إنا بدنة نسين قال يا بچون تاتو برجيا قال بالصلاة وفي الرابعة ترى أفرين سادان جيني كركبا إسي يا بدو ويلك أبو بدجين رحمة سيها قدو حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن أبي الدينار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجم ربي رأى رجلا إسماعيل كوني خمالك الراو ديسو حدثنا إسماعيل بن أبي ويسيتي خمالك الراو ديسو جبر إسماعيل بن أبي ويسي جانين اسمه تاف مالك اسمه تاف إسماعيل بن أبي ويسي مالك ونقصان ما هو حدثنا مالك جانغرتو إسماعيل بن أبي ويسي أبليتي مالك دلي غربان حدثنا مالك جي خالي مالك جي چودا اسماعيل ناو ديسي مالك أنا بالزنادي عبد الله بن زكوان القرشي جرا عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة أيانا رأى رجلا غربا كون يسوق خوف بدنة قال جي اركبها يا بني ركب اركبها جانيني قال يا رسول الله إنها بدنة يا رسول الله يا ربي إنها بدنة قال هدي ديمتو قال اركبها ويلك قال اركبها جين كمو اركبها ويلك اركبها إسي يا بندو جل ركب يركب لم يركب اركب كسي كرامة جو ويلك في الثانية وفي الثالثة يا دا يا مال جتة ويلك في الثانية ويلك بدبو في الثالثة ترى صدفة أو في الثالثة في الثانية ترى لما فاو في الثالثة ترى تكاثرة صدفات كسجين واحتج بذلك من أجاز الوقف على النفس يفر الوقف يقولون دنديسا لأنه أجاز له الانتفاع بما أهداه وأنقرتها حديجي يقول اتفيدمون أما أنتنا حديجي دعوان وففيد من المجهون نبينك برت حديجي تنفيد من يقى حديجي دادين تهادين توين كرو جيمي خوري جين أما تفيدمي خوان حديجي قدرتي وقفت درا وقفي قدر جرامي حديجي ربي وقفت جرامي أنا تفيدمين جروي جي وأنت كذا تفيدموني تنتهي شو ساتي بديما سبحان الله طول